آخر كلمات قالها المسيح قبل موقعة الصلب المزعومة. المسيح جمع التلاميذ وقال لهم: أنا هأرفع إلى السماء ومش هتشوفوني، إنما مش هسيبكم كده، ده أنا هطلب من ربنا إن يجيب لكم رسول يبقى معكم إلى الأبد، يعني خاتم الرسل، مفيش رسول بعده. هطلب منه إنه يبقى هو معاكم معين ومؤيد ومعزن لكم. وبعد كده رفع عينه للسماء وقال: يا رب، انت اديتني رسالة وانا بلغتها، ليعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك، انت الاله الحقيقي وحدك، وانا المسيح الذي ارسلته، ويعرفوا اني كل ما بلغتهم به فهو من عندك. يعني بيتبرأ من اي شيء يتقال عنه سوى انه رسول عبد لله. وده فعلا اللي حصل في إنجيل يوحنا الإصحاح 17، وكمان في القرآن الكريم سورة المائدة الآية 117. جه على لسان المسيح ربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساعتها بقى قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سيدنا المسيح سيدنا عيسى قال: فلما توفيتني، يعني لما ألقيت علي الوفاة في الدنيا ورفعتني إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.